العاشرة مساء بتوقيت أسمر المحلي أينما كنتم أيها السادة والسيدات من الفضائية الإثرية نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء المستهلك المعتاد بأهم وأبرز العناوين. رؤساء الدول والحكومات يهنئون بعيد الاستقلال. جهود لإحلال العدالة وسيادة القانون. إعلان نتائج المسابقة الفنية لجائزة الاستقلال 2021. منظمة الصحة العالمية تصدر إحصاءاتها عن وفيات كورونا. مقتل قائد الجيش النيجيري في تحطم طائرة شمال البلاد. الصين تندد بتعليق الاتحاد الأوروبي اتفاق استثمار. أهلا بكم إلى التفاصيل. بعث ملك هولندا ويليام ألكسندر ورئيس جمهورية جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا ورئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين ببرقيات تهنئة بمناسبة عيد الاستقلال المجيد. وأعرب الرؤساء في برقيات التهنئة عن تمنياتهم بموفور الصحة لفخامة الرئيس إسياس أفورقي والسلام والازدهار للشعب الإريتري. وأكد ملك هولندا ويليام ألكسندر على أهمية الجهد المشترك والتعاون في فترة التحدي الكبير لوباء كورونا، متمنيا للشعب الإريتري القوة والشجاعة والصحة. وأعرب رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين عن ثقته التامة لتمتين أكثر العلاقات بين البلدين بما يخدم المصلحة المشتركة والأمن والاستقرار الإقليمي. أوضحت وزيرة العدل السيدة فوزية هاشم أن الوزارة تعمل برؤية أساسية تتمحور حول بناء دولة يعمها العدالة والرخاء وإحلال الكرامة الإنسانية لجميع المواطنين وسيادة القانون ارتكازا لثقافة وقيم المجتمع الإريتري. وأوضحت في مقابلة مع وكالة الأنباء الإريترية بمناسبة الذكرى 30 للاستقلال أن تأمين الخدمات العدلية الواسعة والسريعة ورفع ثقة ومشاركة المجتمع في العملية العدلية من أساسيات مهام الوزارة. وذكرت المدعية العامة في مكتب المدعي العام بإقليم عنسبة قسانة كحسائي تنفيذ أعمال فاعلة في السنوات 30 الماضية لتحقيق رسالة وزارة العدل والعمل بما يضمن استمرار قيم المجتمع الإريتري. وقال عضو قسم الخدمات القانونية السيد صبري إبراهيم أن الأهداف الرئيسية لوزارة العدل وجود مؤسسات عدلية كفؤة تمتلك الوعي العالي ومتسلحة بالوضوح والمساءلة الأخلاقية ورفع ثقة المجتمع وضمان احترام القانون. وأوضح السيد صبري أن الوزارة تقدم الدورات التدريبية القصيرة والطويلة لتنمية قدرات أعضائها، وتجري حاليا الاستعدادات لتقديم التدريب لحوالي 100 شاب قادمين من جميع الأقاليم في مركز تدريب الوزارة بمقرك بمستوى الشهادة. وأفادت الوزارة أن تحسين هيكل المؤسسات العدلية ووضع القوانين الإدارية وإعلان هيكل وسلطة المحاكم وإعلان قانون للأخلاق المهنية ونظام المحاكم ونشر القوانين المعلنة حتى الآن في كتب وتنمية القدرات البشرية ورفع وعي المجتمع في القانون وتطوير وإدخال نظام المعلومات التقنية من البرامج المستقبلية لوزارة العدل. شهدت سينما روما مساء اليوم السبت تنظيم حفل لإعلان نتائج مسابقات فنية بث مباشرة عبر الفضائية الإريترية، وأعدته اللجنة الوطنية لتنسيق الاحتفالات بمناسبة الذكرى 30 لعيد الاستقلال. وأوضح التقرير المقدم أن المسابقة الأولى من نوعها اشتملت على 3 مراحل في 4 مجالات هي الدراما والرقص والموسيقى والأغاني وكذلك التصوير الموسيقي، شارك فيها حوالي 600 فنان وفنانة. في الختام وزع سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد الأمين محمد سعيد ومسؤولين آخرين الجوائز على الفائزين في مختلف المجالات. وحفلت المناسبة بفقرات فنية قدمها قدام الفنانون والموسيقيون والجدد. أعلنت وزارة الزراعة أن الجهود المبذولة في السنوات 30 الماضية لمكافحة الآفات عامة وقزو الجراد الصحراوي خاصة حققت إنجازات هامة. وقال مسؤول وحدة الآفات الزراعية المهاجر السيد تدرس يوم
أن إريتريا تعتبر الجبهة الأمامية لتكاثر الآفات المهاجرة عامة والجراد خاصة، وقد أقيمت وحدة خاصة بعد الاستغلال لمراقبة الآفات المهاجرة، ونفذت أنشطة فاعلة بالتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية. وأشار إلى تفاوت حجم الجراد خلال 30 سنة الماضية، حيث ظهرت أسراب الجراد بخطورة في مساحات من 50,000 إلى 100,000 هكتار بصفة خاصة في أعوام 1995 و2006 و2007 و2013 و2014 وكذلك 2020، وتم السيطرة عليها بتضافر الجهود. وأوضح التمكن على السيطرة من أسراب الجراد التي انتشرت في مساحة أكثر من 528,000 هكتار، وتجري سنويا المتابعة المتجولة في مساحة أكثر من نصف مليون هكتار، وأن أنشطة الاستكشاف والمراقبة الجوالة أساس الإنجازات المحققة. وأوضح المسؤول تقديم الدورات التدريبية لأفراد قوات الدفاع والإدارات والشعب والخبراء لتعزيز أعمال المكافحة، والدور الكبير الذي تلعبه وسائل الإعلام في التوعية والتعريف. إعلان وزارة الصحة. أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات التي أجرت اليوم 22 من مايو في مراكز العزل بالإقليمين الأوسط والكاشبركة أظهرت إصابة 11 مواطن بكوفيد-19، وظهرت 10 من الإصابات في أسمرة بالإقليم الأوسط وواحدة في أديبرة بإقليم الكاشبركة. بهذا بلغ عدد المصابين بكوفيد-19 في البلاد حتى الآن 3932، شفي منهم 3711، ووفاة 14 مريضا، فيما لا يزال 207 مرضى يتلقون العلاج في المستشفيات. وزارة الصحة 22 من مايو 2021. بدأت المدارس الجديدة المشيدة في ضاحيتي الشيخ عمر وحوطيت في مديرية قندع بأكثر من 4 ملايين نغفة بدأت تقديم الخدمات. وكان الطلاب يدرسون قبل بناء المدرستين في الرواكيب والغرف المشيدة بألواح الزنك، وتأثير ذلك سلبا على العملية التعليمية ونتائج الطلاب. وقال مدير مدرسة الشيخ عمر الأستاذ حسن حلي أن مشاركة الطالبات ترتفع بعد بناء المدرسة، وأشار إلى وجود برنامج لبناء فصلين إضافيين بمبادرة شعبية لزيادة عدد الطلاب. نتوقف مع فاصل من ثم نوافيكم بالأنباء العالمية. وفي الأخبار العالمية، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد الوفيات بسبب كوفيد-19 أكبر مرتين أو 3 مرات من الأرقام الرسمية المنسوبة إلى الوباء. وأفادت المنظمة بمناسبة صدور تقريرها السنوي حول الإحصاءات الصحية العالمية أن كوفيد-19 تسبب في 2020 بوفاة 3 ملايين شخص، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، في حين تشير الأرقام الرسمية إلى حوالي 1.8 مليون وفاة. وقالت المنظمة أنه استنادا إلى تقديرات العام الماضي، فمن المحتمل أن يكون عدد الوفيات التي تم الإبلاغ عنها حاليا إلى منظمة الصحة العالمية أقل من العدد الموجود بشكل كبير، مع أرقام حقيقية أعلى مرتين إلى 3 على الأقل. وشددت المنظمة العالمية أن جائحة كورونا تشكل تهديدات كبيرة على صحة الشعوب ورفاهها في العالم بأسره، كما تعيق التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأهداف منظمة الصحة العالمية. صرح المتحدث باسم القوات الجوية النيجيرية أن قائد الجيش الجنرال إبراهيم أتاهيرو لقي مصرعه في تحطم طائرته شمالي البلاد. وأكد إدوارد جاب كويت لوكالة الأنباء الفرنسية أن المسؤول العسكري لقى حتفه في تحطم طائرته في ولاية كادونا. وكان الرئيس محمد بخاري عين أتاهيرو رئيسا لأركان الجيش في يناير الماضي في تقرير للقيادة العسكرية العليا لتعزيز مكافحة تصاعد العنف والتمرد الجهادي المتواصل منذ أكثر من عقد. ويتزامن مصرع أتاهيرو مع تقارير عن إصابة زعيم جماعة بوكو حرام النيجيرية الجهادية بجروح خطيرة إثر اشتباكات مع مقاتلين من فصيل منافس موالي لتنظيم الدولة الإسلامية.
ويحاول الجيش النيجيري إخماد تمرد جهادي في شمال شرق البلاد منذ العام 2009، وقد أودى النزاع بحياة أكثر من 40 ألف شخص ودفع نحو 2,000,000 آخرين للنزوح. نددت الصين بسياسة المواجهة لدى الاتحاد الأوروبي بعد أن صوت برلمانه لصالح تعليق اتفاق استثمار ضخم على خلفية عقوبات فرضتها بكين على نواب أوروبيين ردا على إجراءات أوروبية مماثلة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية جياو ليجيان أن العقوبات التي فرضتها بكين رد ضروري على عقوبات سابقة أعلنها الاتحاد الأوروبي ضد مسؤولين صينيين. وصوت البرلمان الأوروبي بأغلبية واسعة رفضا للنظر في اتفاق استثمار بين الاتحاد الأوروبي والصين طالما ظلت العقوبات الصينية ضد أعضاء في البرلمان الأوروبي وعلماء سارية. وأعلن الاتحاد الأوروبي أكبر تكتل تجاري في العالم والصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم عن الاتفاق الاستثماري بينهما نهاية العام الماضي. شهدت الجزيرة الصقلية الواقعة في جنوب إيطاليا نشاط البراكين إتنا وسترامبولي، وهما من أكثر البراكين نشاطا في العالم، وألقيا الحمم والرماد على المناطق المحيطة. واندلع بركان إتنا وسترامبولي هذا الأسبوع، مما تسبب في تنبيه الجزيرة لوجود الحمم البركانية والرماد وتدفق الحمم البركانية الناتجة عن الغازات والصخور الكبيرة. في غضون ذلك أشارت صحيفة إيطالية أنه في الساعات الماضية انهار جدار من فوهة سترامبولي، مما تسبب في تدفق الحمم البركانية وفقا لأفراد من المعهد الوطني للجيوفيزياء والبراكين في إيطاليا. سيداتي سادتي، وقبل أن نودعكم إليكم أبرز ما جاء في هذه النشرة. رؤساء الدول والحكومات يهنئون بعيد الاستقلال. جهود لإحلال العدالة وسيادة القانون. إعلان نتائج المسابقات الفنية لجائزة الاستقلال. منظمة الصحة العالمية تصدر إحصاءاتها عن وفيات كورونا. مقتل قائد الجيش النيجيري في تحطم طائرة شمالية البلاد. الصين تندد بتعليق الاتحاد الأوروبي اتفاق استثمار.